اهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هعمل لكم الفلفل المحشي على الطريقة المصرية، وده لحبيبتي نيفين عسكر. بحتاج نص كيلو من الفلفل الرومي. بحاول اجيب فلفل بلدي اللي هو بيبقى حجمه صغير وبيبقى جلدته رقيقة، ده بيبقى طعمه احلى في المحشي. لو مفيش مش مشكلة، لو انتوا برا مصر مش هتلاقوا الفلفل ده خالص. بحتاج فلفل حامي لو انتوا بتحبوا الحاجة مشطشطة شوية، بصلاية متوسطة احمر او ابيض. وبحتاج خضرة. الخضرة ضروري قوي يكون عندي شبت وكزبرة خضرة وبقدونس، ما تلغوش حاجة منهم. وبحتاج حوالي ربع كيلو طماطم او اقل شوية، يعني 3 حبات طماطم كده، ومعلقة كبيرة توم مهروس. دلوقتي بوريكم ازاي بنفتح الفلفل بسهولة جدا جدا. بضغط على الفلفلاية من فوق داير حوالين العين لحد ما الاقيها فكت خالص معايا. بشيلها بمنتهى السهولة، وطبعا بنفض البذر من جواها وبغسلها كويس قوي. هوريكم مرة تانية. بنضغط، بنكون ماسكين الفلفلاية كويس قوي واحنا بنضغط، بس يعني ما نضغطش قوي عشان ما تتكسرش. زي ما انتوا شايفين الجناب بتاعتها داخلة لجوه، دي يعني بتمنع الرز شوية من انه يخرج بره، وبيبقى شكلها كويس. هوريكم كمان واحدة. خلاص عملت كل الكمية. طبعا بيبقى في حاجات بتتهدر مننا لان مش كل الفلفل مساوي زي بعض. بنقطع بعد كده البصلاية، بنقطعها صغير على قد ما نقدر، مكعبات صغيرة. بنخلي جزء من البصلاية عشان بنقطعه شرايح عشان نحطه في الحلة لما نيجي نسوي المحشي. البقدونس والكزبرة والشبت بنقطع عيدانهم الأول. العيدان دي مش برميها، برضو بستعملها عشان أحطها في الحلة عشان الالتصاق. وبقطع البقدونس الصغير والكزبرة طبعا والشبت. الطماطم بقطعها مكعبات صغيرة. هو في ناس بتستعمل صلصة بس وهي بتعمل المحشي، بس الطماطم الطبيعي بتدي طعم مختلف. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. هنبتدي نعمل الخلطة. بحط حوالي تلت كوباية زيت، بسخنها الأول وبعدين بحط البصل، برفعه بعد كده على النار وبقلبه لحد البصل ما يدبل ويبقى لونه شبه شفاف. بعد كده بحط له نص كمية التوم المهروس، يعني حوالي نص معلقة كبيرة من التوم المهروس. بقية التوم بخلطه مع الصلصة. بحط الطماطم، برفعه على النار، بسيبه لحد ما الطماطم تدبل برضو، يعني مش بسويها قوي مش بهريها قوي. بحط بعد كده معلقتين صلصة او معجون طماطم ومعاها باقي التوم. التوابل ده طبعا بيبقى حسب الرغبة، ده كمون وكزبرة وفلفل اسود وشطة وبهارات لحمة.
ممكن تستغنوا عن الكمون اللي مش بيحب الكمون، او تقللوا الكميات. هو كل حاجة انا بحط منها من نص معلقة لمعلقة صغيرة. الملح ده عبارة عن معلقة كبيرة مليانة ملح. بحط التوابل على الطماطم والصلصة. ممكن تستغنوا عن الشطة خالص لو مبتحبوش الحاجات حراقة، او الكمون، في ناس مش بتحب طعم الكمون. بعد ما تبرد خالص بنضيف الخضرة المقطعة. بنستعمل للنص كيلو الفلفل تقريبا 1.5 كوباية رز مصري. بنغسله كويس وبنضيفه وبنقلب كل حاجة مع بعضها كويس. انا كنت بقلب بايد واحدة، فعشان كده رحت كملت لوحدي. بنضيف شوية زيت، شوية صغيرين جدا. الحلة اللي بنسوي فيها بنحط فيها عيدان البقدونس والكزبرة يعني، وبنرص فوقيها البصل اللي احنا شلناه الحلقات، والطماطم بنقطع طماطماية تقريبا كده حلقات. ده بيحمي الفلفل من انه يلزق، وفي نفس الوقت بيدي طعم وريحة حلو. هنحشي بقى الفلفل. بنحط الرز او الحشو ما بنكبسوش قوي، وبنهز الفلفلاية ما نكبسوش بايدنا قوي، لان الرز بينفش بعد كده، فاحنا عايزين نديله فراغ عشان يكبر فيه. وبنخلي الفلفلاية نضيفة من برا عشان ما يطلعش برا في الحلة. اوريكم اهو واحدة تانية بنفس الطريقة. بنحشي كل الكمية، بعد كده بنرصها في الحلة، بنخليه كله باصص لفوق. ولو حابين الطعم المشطشط بتحطوا فلفل حامي على الوش. بعد كده بنسقيها بحوالي 1 كوباية شوربة. حتى ولو الشوربة قليلة برضو بيستوي، ممكن من 1 كوباية ل1.5 كوباية. بنرفعه على النار وبنعلي النار في الأول لحد ما يشرب الشوربة. بعد كده بنوطيه جدا وبنسيبه يستوي. طبعا لازم نغطي الحلة، نغطيها كويس. بياخد تقريبا من تلت ساعة ل25 دقيقة. ده بيكون شكله بعد ما يستوي. الريحة ما اقولكوش عاملة ازاي، جميلة جدا جدا جدا. ما تنسوش لو عجبتكم وصفة النهاردة تعملوا شير ولايك، واشتركوا في قناتي لو كنتم ما اشتركتوش، وسيبولي تعليقاتكم لاني بحب اقرا قوي تعليقاتكم. واشوفكم في وصفة جديدة. باي.